السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، وحشتوني جدا وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن حلقة النهاردة تنول إعجاب حضراتكم، علشان تدعمونا يا جماعة باللايك بالشير. وزي ما قلنا قبل كده، إحنا بيكم، إحنا مش هنعرف نعلى من غيركم، ففضلا وليس امرا ما تحرموناش من اللايك من الشير. ولو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى، نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. لازال النادي الاهلي في مرحله الاستعداد للفتره القادمه ان شاء الله بامر الله. وفرصه طبعا، احنا دلوقتي في فتره ارتباطات المنتخب، فكل الفرق كله بيحاول ان هو اللي يظبط اوراقه واللي يرتب نفسه من جديد. كله بيبص على الفتره اللي فاتت في الموسم ويشوف المطلوب في اللي جاي ايه، وخاصه ان احنا طبعا دلوقتي في موسم انتقالات، فاللي عايز يدعم بيدعم. تمام. زي ما قلنا تظبيط اوراق. فمستر كولر صعد 10 لاعبين ناشئين علشان يعملوا معايشه مع الفريق الكبير، ويمكن يا مسهل يا رب يعرف يعتر له في لاعب في 2 منهم هيكونوا فايده طبعا للفريق الكبير. يعني جبت لعيب في اي مركز انت محتاجه، وفي نفس الوقت اللعيب يعتبر ببلاش. فان شاء الله بامر الله تكون فكره كويسه، وهو ده اللي احنا بننادي بيه. الفرق بتاعتي الناشئين والفريق اللي هو السكند تيم، تمام، المفروض ان انا هم دول المفرخه بتاعتي اللي تطلع لي اللعيبه اللي انا هستخدمها في الفريق الاول. تمام. وحاجه زي ما بنقول حاجه ببلاش كده يعني. فيا مسهل يا رب ان شاء الله بامر الله تكون الفكره المره دي ناجحه، ونقدر ال10 لاعبين اللي تصعدوا دول يا مسهل يا رب نلاقي ال10 حلوين. تمام. بس احنا بنقول ايه، ربنا ييسر نلاقي 1 أو 2 منهم يعني يفيدوا الفريق الكبير ان شاء الله بامر الله. مستر كولر استقر على ان فريق النادي الاهلي هيعمل معسكر خارجي في الامارات ان شاء الله بامر الله في الفتره من 20/1 ل 28/1. هيتخلل المعسكر ده اما مباراه او مباراتين وديتين. المباراه الاولى احتمالها كبير جدا 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 ان هي تكون امام الشباب السعودي. الشباب السعودي ابدى موافقه مبدئيه على المباراه دي، ربنا يسهل ان شاء الله بامر الله. وطبعا الشباب السعودي فريق تقيل طبعا. تمام. واذا حصل ان هيبقى في مباراه تانية، مثلا مباراه وديه تانية، فاحتمالها كبير ان هي تكون مع احد انديه الامارات. طبعا الشركه اللي عملت للنادي الاهلي المعسكر الاول اللي هو في اول الموسم، تمام، المعسكر بتاع النمسا، هي نفس الشركه اللي هتعمل المعسكر الخارجي دلوقتي للنادي الاهلي في الامارات. وده لان طبعا المعسكر الاولاني نجح والكل شكر في المعسكر الاولاني كتير، فلذلك لجأ النادي الاهلي للاتفاق مع نفس الشركه اللي هو عملت له المباراه الاولانيه او المعسكر الاولاني. وسام ابو علي الموضوع حلو قوي، والراجل اندمج في وسط اللاعبين قوي، وعجبني قوي الكلام اللي قاله وسام ابو علي عن الراجل اتكلم بصراحه جدا. قال لك انا عادي يعني اعرف النادي الاهلي، قبل ما اجي النادي الاهلي كنت اعرف النادي الاهلي وبسمع عنه يعني بعض حاجات كده، لكن والده كان اهلاوي من صغره. الموضوع ده حلو قوي 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 قوي. يعني الراجل ده اتربى من صغره على اب بيحب النادي الاهلي وبيشجع النادي الاهلي. فدي ان شاء الله بامر الله حلوه، مع دخول وسام ابو علي على طول. واللعيبه بتوعنا حلوين يا جماعه، اي واحد بيخش في وسطهم عارفين بيكسروا الحدود والسدود على طول، الحواجز بيكسروها على طول. تعال خش انت صاحبنا بقالك سنين. وهي دي ميزه النادي الاهلي او سمه لاعبين النادي الاهلي، اللي بيخش في وسطهم ما بيبقاش غريب، على طول بيندمج وبيخش في التمرين على طول ويخش في الاجواء على طول. فهي دي ان شاء الله بامر الله الحاجه اللي نتمنى يا رب ان احنا نشوف ان شاء الله بامر الله صفقه وسام ابو علي على طول بقى. مش هنقعد نستنى لا ده باصل مغير مش عارف دوريات ومغير مش عارف لا، اتمنى ان الصفقه دي تؤتي ثمارها على طول ان شاء الله. عمنا صلاح محسن بقى عامل مشاكل وعامل حوارات. طبعا احنا فاكرين ان صلاح محسن كان المفروض ان هو يكون
في الصفقه التبادليه مع نادي فيوتشر علشان النادي الاهلي ياخد عمر كمال عبد الواحد، وفيوتشر كان هياخد 2 لاعبين منهم صلاح محسن. تمام. وكانوا طالبين محمد زعلوك. فطبعا عمنا صلاح محسن رفض. فالنادي الاهلي قال له خلاص انا مش هوديك غصب عنك، مفيش حد بيروح يلعب في حته غصب عنه. طيب جه دلوقتي زد دخل في الموضوع، وزد طلب اعاره صلاح محسن لمده 6 شهور لاخر الموسم. طيب بكام يا جماعه؟ قال لك هنديله 3.5، الاول 3 وبعد كده 3.5 مليون. طيب هو عقد صلاح محسن مع النادي الاهلي ايه؟ عقده في السنه 8 مليون، يعني في ال6 شهور 4 مليون. ما فرقتش بقى يا عم صلاح، ما انت قاعد. لما اسيب نص مليون واخد 3.5 واروح بس العب واظهر سواء قدام النادي الاهلي تاني او قدام اي فرقه تاني، ورجلي تبقى في الملعب وارجع انطلب تاني والكلام ده احسن من القعده. فعمنا صلاح محسن راح طالع بموضوع لوحده كده وقال لك ايه؟ قال لك لا انا عايز 5 مليون. ايه يا عم صلاح اللي انت بتقوله ده؟ انت من عند ربنا يا حبيبي ان في حد طلبك وحد بيقول لك تعالى العب، وزد فرقه مش وحشه، وهتروح هناك هتلاقي مميزات، ويعني هتلاقي عمنا ساويرس عامل لك مصالح حلوه يعني، وزد فرقه جايه. صدقوني زد من المستوى اللي احنا شايفينه ومن كميه التدعيمات اللي بتعملها والحاجات اللي زد بادئه فيها، لا انا شايف ان زد جايه. زد مش فرقه طالعه الدوري سنه وهتنزل، لا صدقوني هتشوفوا كلام اخوكم بيقول ايه. فانا مش عارف صلاح محسن رفض ليه ومتمسك ب5 مليون. فاما نشوف يعني هو في مفاوضات دلوقتي، يعني اعتقد ان وبعدين اصل خلاص يا صلاح كولر جابها ضمنه او ضبه ومفتاح. كولر قال لاداره النادي الاهلي انا صلاح محسن خلاص شكرا. فمش عارف يعني المفروض ان هو يبص لمصلحته اكتر من كده. الكابتن هاني رمزي مسؤول لجنه السكاوتنج في اداره النادي الاهلي، ان شاء الله بامر الله في خلال يوم او 2 أو 3 بالكتير، يعني في الفتره في اليومين 3 اللي جايين هيسافر على كوت ديفوار. هو الراجل مش رايح يتفرج على بطوله الامم الافريقيه بس، لا يعني مش طالع يتفسح، لا هو طالع في رحله عمل. طب ايه هو العمل ده؟ قال لك في مهاجم في كوت ديفوار، المهاجم ده تحت السن اسمه كريم كوناتيه. كريم كوناتيه بيلعب في نادي ريد بول النمساوي. بيقول لك اللاعب ده جامد جدا، عنده 20 سنه يعني تحت السن، بس بيقول لك عيل جامد جدا جدا جدا، ويعني الحقوه لان ده بعد بطوله الامم ريد بول النمساوي هيسوقه وهيبيعه ومش هتعرف تجيبه بعد كده بقى ايه، هتسمع فيه بقى 7 و8 و9 مليون وحاجات كده. وخلوا بالكم ان ريد بول النمساوي ده فرقه شغلتها ان هي بتجيب لعيبه صغيره مغموره لكن فيها امل، وهوب يبدا يلمعه وينظفه ويظبطه ويبيعه ويكسب من وراه. فيعني النادي الاهلي بعت او هيبعت هاني رمزي علشان يبدا يتفاوض مع اللعيب ويتكلم معاه ويشوف اذا كان في نيه لان هو يجي النادي الاهلي او كده. يبدا النادي الاهلي يتفاوض مع ريد بول اللي هي فرقته. النادي الاهلي ما بيعملش حاجه من وراء الاداره يا جماعه، عايز لعيب بيخش رسمي. لكن هو القصه كلها ان هو ايه، بعت يشوف بس في نيه في موافقه، يبدا النادي الاهلي ايه يمشي في السكك القانونيه. وبرضو يعني الموضوع مش على قد المهاجم بس، برضو من تحت الترابيزه كده هاني رمزي هيبص بعينه على باك ليفت. ما احنا عندنا احمد فتوح وعندنا محمد حمدي وعندنا، اسكت يا عم والنبي بالله عليك، كفايه اللي احنا شفناه من محمد حمدي في المنتخب. واحمد فتوح خلاص الراجل ظبط مع فرقته تاني وظبط نفسه وخلاص هيكمل مع نادي الزمالك. فالمفروض ان هاني رمزي طالع علشان يشوف المهاجم اللي هو تحت السن، ويبص من تحت لتحت كده ايه على باك ليفت
يعني احنا عارفين النادي الاهلي طبعا علوله ربنا يديله الصحه، خلاص اذا كمل سنه كمان في النادي الاهلي وما خرجش فهتكون اخر سنه، فمش هيبقى عندك غير واحد زي كريم الدبيس، فانت محتاج لاعب تاني، سواء كريم يبقى اساسي ولاعب احتياطي له، او لاعب يجي اساسي وكريم احتياطي له. انت كده او كده محتاج باك ليفت. طيب نروح للمنتخب بقى. بصراحه بيني وبينكم عمال مأجل يعني اخبار المنتخب للاخر، لان من ساعه الماتش اللي فات وانا نفسيا محبط خالص. وخلوا بالكم ان يعني ايه، هو الاخبار اللي جايه طبعا من هناك ان اللعيبه حالتها النفسيه وحشه، واللعيبه محبطه، واللعيبه متضايقه من نفسها ان هي ما ادتش اللي عليها وحاجات كده. ماشي، بس يعني انا استفدت ايه بقى؟ حضرتك قاعد دلوقتي متضايق ونفسيا مش حلو، انا استفدت ايه؟ انا اتعكننت وقضيت ليله، مش يعني جمهور مصر كله تمام. طيب هنقول ان يعني ايه، ان الحاله اللي اللعيبه فيها دلوقتي ممكن تبقى هي الحافز والدافع في اللي جاي وبتاعه، بس ربنا يستر والحاله النفسيه دي ما تسيطرش على اللاعبين زياده وتخليك تنزل المباراه اللي جايه تتغلب، وخاصه ان انت تلعب قدام غانا اللي هي جريح برضه، فهيبقى لقاء الجريحين. انا صحيح اتعادلت ما اتغلبتش، غانا اتغلبت من الرأس الاخضر، لكن ما انا برضو التعادل بالنسبه لي يعني بطعم الهزيمه، واحنا كتبناها في الحلقه اللي فاتت، في عنوان الحلقه اللي فاتت قلنا تعادل بطعم الهزيمه. مش عارف ولا جايز انا عشان اهلاوي فالتعادل بالنسبه لي هزيمه؟ لا اكيد كل شعب مصر مع احترامي للناس كلها، انا مش هقول بقى ان انا اهلاوي او زملكاوي، اعتقد ان كل الناس يوم ماتش منتخب مصر اللي فات وموزمبيق اكيد كله حس ان التعادل ده بطعم الهزيمه. فنتمنى يا رب ان شاء الله بامر الله ان الحاله النفسيه ان اللعيبه فيها دلوقتي تكون هي الدافع والحافز علشان تنزل المباراه اللي جايه تظهر شخصيتك بقى، تلعب بشخصيه منتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر ومحترفين منتخب مصر. مستر روي فيتوريا عمل جلسه طبعا مع اللاعبين امبارح. احنا طبعا ما صورناش امبارح يا جماعه، فالاخبار اللي احنا بنقولها دي احنا كده او كده احنا عارفين ان احنا برنامجنا مش اخبار حصري تمام، لكن بنتكلم في الاخبار اللي بنسمعها. مستر روي فيتوريا عقد جلسه مع اللاعبين، ومستر روي فيتوريا قال لهم ان احنا كلنا غلطانين. الراجل لا قال الغلط عليكم ولا عليا، هو قال كله غلطان لانه كله محدش عمل اللي عليه، ومسكهم بقى خلي بالك لعيب لعيب. انت يا فلان مش انا قلت لك ان خطتك في الملعب ان انت هتعمل كذا وكذا 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 وكذا؟ ما عملتوش. وانت يا فلان انا قلت لك ان انت هتعمل كذا وكذا وكذا وشغلتك تعمل كذا وكذا في الملعب، ما عملتهاش. الراجل مسك لعيب لعيب تمام. وبدأ بعد ما فتح الموضوع بقى كله، كل واحد عرف غلطه، بدأ ان هو يرتب اوراقه تاني علشان الجديد. واعتقد ان شاء الله بامر الله ان يعني هو لازم هيكون في تغييرات، على الاقل ان مروان عطيه لازم هيبدا بيه في الماتش الجاي. امام عاشور اعتقد بنسبه كبيره ان هو هيبدا بيه في الماتش الجاي. في احتمال ان هو يلعب عمر كمال عبد الواحد مكان هاني، بالرغم ان انا مش شايف ان التغيير ده يعني هيكون هو السبب في ان الموضوع يختلف وبتاع وكده، لان هاني كلنا عارفين هاني في مكانه عامل ازاي تمام. عمر كمال لعيب هايل ولاعيب جميل، لكن محمد هاني طبعا لا يقل خبرة او مهارة عن عمر كمال. قدر الله ما شاء فعل، واللي حصل حصل تمام. عايزين نبص على اللي جاي، الموضوع لسه في الملعب، وخاصة ان انت عندك دلوقتي الرأس الاخضر 3 نقط، انت نقطة، موزمبيق نقطة، غانا 0 نقط. فطبعا يعني الموضوع لسه في الملعب تمام. الماتشين اللي جايين انت تكسبهم وخلاص وما تشغلش دماغك. هتخش اول هتخش تاني، انت خلاص دخلت الدور الجاي وخلاص. وياما دقت على الراس طبول قبل كده يا جماعه، وياما يعني بطولات بدأناها باخفاقات تمام، وصلنا للنهائي سواء خدنا البطوله او طلعنا وصيف البطوله.
لكن ياما حصل قبل كده، واقربهم البطوله اللي فاتت. اول مباراه غلبناها من نيجيريا، وبعد كده كملنا لحد النهائي. فان شاء الله بامر الله على خير. اتوقع او اتمنى، انا مش عايز توقعات، انا عايز امنيه من ربنا سبحانه وتعالى، ان المباراه اللي جايه نشوف منتخب مصر اللي احنا عارفينه. منتخب مصر اقول ايه؟ اقول بتاريخه واقول لا، انا عايز اقول بلاعيبته اللي موجودين دلوقتي. مش هقول بتاريخه بقى ولا الكلام ده. عايز اشوف محمد صلاح بتاع ليفربول، عايز اشوف تريزيجيه، عايز اشوف مصطفى محمد، عايز اشوف حتى لاعبنا يعني لاعبتنا المحليين اللي هم بيلعبوا داخل مصر يعني. تمام. عايز اشوف الناس اللي احنا بنشجعهم وبنقول عليهم ده من احسن لعيبه تمام. عايز اشوف الكلام ده حقيقي في الملعب. فعلى خير ان شاء الله بامر الله. مباراه الخميس دي هي عنق الزجاجه، يا عديت وهتكمل بعد كده ان شاء الله بامر الله، يا هتلم شنطك ربنا يستر وتروح. فعلى خير ان شاء الله بامر الله. مش هنقول حاجه اكتر من كده في حلقه النهارده. سعيد جدا 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 بلقائي مع حضراتكم. بتمنى يا رب حلقه النهارده تعجب حضراتكم، وفضلا يا جماعه وليس امرا، دعما منكم لو سمحتم، والله اللايك مش هيأذيك في حاجه، وهتساعد بيه اخواتك علشان البرنامج يعلى، علشان زي ما قلنا قبل كده يجي يوم من الايام صوت حضرتك ورأيك اللي هتقوله في البرنامج ده هيكون مسموع، ويمكن ساعتها يتاخد بيه. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم مرة تانية. اشوفكم الحلقة اللي جاية على الف خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة عماد متعب مرتدة تصوير، وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة علي محلول يوزع جول.